on your creation. بعد كشف النقاب عن أغرب وأغلى قطعة برجر في العالم وطهوها قبل تذوقها أمام الملأ، تراوحت ردود أفعال المستهلكين المستقبليين حول هذا النوع من اللحوم المستنبت في المختبرات. فهذه القطعة من اللحم التي تبدو اعتيادية للوهلة الأولى صنعت مخبريا من خلايا جذعية أخذت من بقرة حية بتكلفة تزيد عن 300 ألف دولار أمريكي، أملا في أن تلاقي استحسان الذواقة والجماهير قبل طرحها على أرفف المتاجر. إنها قريبة من اللحم، ليست طرية لكنها متناسقة. غياب الدهون هو سبب ضعفها، ولكن طعمها يبدو وكأنه برجر تقليدي. ويسلط مؤيدو فكرة لحوم المختبرات الضوء على المنافع التي قد تجلبها هذه الثورة الغذائية، فهي تراعي البيئة ولا تتسبب بالأمراض، كما أنها قد تنال استحسان النباتيين لأنها تقلل كثيرا من الحاجة إلى ذبح الحيوانات من أجل لحومها. شيء رائع، فأنا لا أؤمن أننا يجب أن نأكل اللحم، ولكني سوف آكل لحما صناعيا. إنه أمر مثير للاشمئزاز والقرف، وهذا غير طبيعي أو صحي. ويتوقع القائمون على الفكرة طرح هذه المنتجات بأسعار تنافسية خلال العقدين القادمين، ما قد يساعد على تلبية الطلب العالمي المتزايد على اللحوم بوسيلة أكثر استدامة من الزراعة التقليدية. جيفارا أبو دقة، العربية.